السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الماسك الصراحه اللي غزال للشعر. اش غادي نقول لكم، كيصلح للشعر اللي كيكون مصبوغ، الشعر اللي فيه ليماش يعني الشعر المتقصف الناشف، اللي الاطراف ديالو كلها ولات كتقطع. الصراحه غزال هذا، ما نقولش لكم غير ماسك، هذا راه بروتين للشعر، طبيعي. غير اللي ما بغاش استعمليه واحد المره واحده في السيمانه وغادي تشوفي شعرك كيفاش غادي يولي. الصراحه غزال غير كنعكز عليه وصافي. اما هو هذا راه احسن ماسك كنديرو لشعري. المهم كيف ما كتشوفوا هنا خديت واحد البنانه اللي تكون طيبه. المهم على حساب الطول ديال الشعر ديالكم، انا غادي ناخذ غير وحده. اللي عنده الشعر طويل يدير جوج بنانات يكونوا هكا طيبين، يخليهم حتى يطيبوا مزيان. المهم نقطعوهم. المهم نحاولوا نقيوها مزيان ونقطعوها. واش غادي نقول لكم، راه اش كتعرفوا على البنان، ان البنان راه فيه البوتاسيوم، فيه الكالسيوم، فيه الفيتامين ا، فيه الفيتامين سي. يعني راه غني بالفيتامينات اللي كيتغذى منه، كتغذى منه الزغبه الصراحه، وكترطب وكيولي فيها واحد اللمعان اللي غزال. يعني واخا نعيا نشكر لكم في هذا الماسك، ضروري خاصكم تجربوه. راه مره واحده كتعطيكم واحد اللمعان في الشعر ما نعاودش لكم. مهم انا حسيت بشعري نشف لانه كنت دايره ليه ليماج وعقب صبغته يعني. وشحال هذه صراحه ما درت ليه هذا الماسك. ايوا اليوم قلت غنحيد العكز وغادي نوض لا ندير ليه واحد الماسك باش يتغدى ليا ويرجع كيف ما كان. المهم كيف ما كتشوفوا حنايا كنتكيو على ديك البنانه حتى تهرى لينا مزيان وتولي لنا بحال شي كريمه باش تقدر تدخل لينا في الشعر ديالنا. يعني تستافد منها الزغبه، خاصها ضروري اولا طحنوها. الا كانت شي ماكينه عندكم صغيره تقدروا طحنوها، من الاحسن. المهم انا غادي نتكي عليها غير هكا بالفرشيط، راها طيبه ما غلقاش معاها مشكله دغيا. المهم كيف ما كتشوفوا هكا وتبقاو تكيو حتى تجنس لينا كامله، وكتحسوا بالبنانه بحال كتجري شويه. يعني راها مع طيبه كتجرى واحد شويه. المهم هكا كيكون احسن، الشعر ديالنا كيستافد منها. المهم بحال هاد الوصفات صراحه راه غزاله، راه كيعاونوا الشعر ديالنا. غير حنايا العجز والمشاكل والمشاغل ديال الدنيا كتلهيك، ولكن راه ضروري خصنا نتهلاو في روسنا واحد مره في السيمانه، يعني ماشي بزاف، راه ما غاديش تغلبنا. المهم ها نتوما كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نزيد المايونيز، المايونيز العادي. كيف ما كتشوفوا غندير واحد جوج معالق كبارين. المايونيز راه غني عامر لينا بالبيض. كيفاش كتعرفوا البيض فيه بزاف ديال البروتينات اللي كيستافد منها الشعر حتى هو. يعني غير هاد جوج مكونات صراحه راهم غزالين للشعر. المهم غادي نحاولوا نخلطوهم مزيان حتى يولي لنا الخليط بحال شي كريمه تماما. نتوما كما كتشوفوا انا خديت هاد الاناء اللي واسع باش نقدر نخلط فيه مزيان. المهم انا هاد الكميه راه كافياني بالنسبه للشعر ديالي. ما عندكش الوقت يعني طحني كل شيء، لا عندك شي مونيكس هكا من دوك اللي كيكونوا صغارين انك تطحنيها، راه دغيا وكيكون اسهل واحسن. يعني ما كيبقاوش لنا دوك الحبيبات ديال البنان، يعني دغيا كتعود بحال شي كريم ان الشعر ديالك دغيا كديريها ليه. المهم هنايا غادي نزيد واحد المكون ثالث. عندي هنايا زيت العود اللي كنت دايره في القرنفل، كنت نديرو لشعري، راه كنصايبته معكم. ها نتوما راه بقى عندي غير واحد شويه. كيف ما كتشوفوا غادي نستعملو هنايا. عندكم زيت اللوز استعملوه، عندكم زيت الكوك استعملوه، يعني اي زيت تقدروا تستافدوا منه استعملوه حسب واحد جوج معالق كبارين. صافي ونعاودو نخلطوا الخليط كامل. يعني هاد الخليط راه جاهز وغني، والشعر ديالك راه ماشي تبارك الله غير غادي يرطب. راه عرفتي راه زوينه هاد الوصفه، راه لتقويه الشعر، الشعر اللي كيطيح راه زوينه كيستافد منها الشعر مزيان. المهم صافي انا خلطت الخليط كامل بهذه الطريقه. صافي لاله كتمشي كتجيبي واحد المشطه وكتمشطي شعرك مزيان، وكتبداي تقسميه على خصلات، كتبداي ديري في هذا الخليط يعني من الجذور حتى الاطراف، وكتجبدي وكتمشطي. كتجبدي وكتمشطي يعني في شعرك كامل، وكتعاودي تمشطيه وتجمعيه لاله في اللور. صافي وكتجمعيه وكديري عليه واحد
ديري عليه واحد البلاستيك غذائي أو لابوني اللي عندك. الصراحة نتوما تشوفوا الخليط كيفاش كيجي، راه تيجي كريمي وكتستافد منه زعما وكيجي لنا بحال ميدّم. هاكا كيكون أحسن. المهم كنديرو هاد الشعر ديالنا وكنمشطوه مزيان باش كندخلو فيه الخليط، كنعمروه مزيان وصافي وكنشدوه وكنديرو داك البوني عليه وكنخليه واحد 2 سوايع حتى ل2 سوايع ونص حتى ل3، المهم على حسابك نتيا. راه قد ما خليتي غادي تستافدوا من غادي تستافدي منه. يعني تنوضي تقضي شغلك تقضي شقاك ديري كلشي داكشي اللي عندك وتنوضي لاله تغسلي الشعر ديالك وغتشوفي النتيجه كيفاش دايره. المهم الوصفه ديال هذا النهار هو هذا، تنتمنى تستافدوا من هذا الماسك ويعجبكم وتبارطاجيوه مع الصديقات ديالكم، وما تبخلوش عليا بالجيم ديالكم بالتعاليق ديالكم. ما بقى ليا الا نقول لكم السلام عليكم.